السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة سهلة وسريعة جدا، مفيش أسهل من كده. هنعمل الكنتاكي في البيت بطريقة سهلة جدا. ممكن تستخدمي فرخة كاملة أو أي قطعة معينة من الفرخة ذات نفسها. أنا النهاردة هتعامل مع الدبابيس. هنعمل تشكيل دبابيس كده بطريقة الكنتاكي. أول حاجة حطيت كوبايتين من اللبن أو الحليب عشان الدول العربية، وحطيت عندي هنا شويبس اللي هو نعناع بليمون. ممكن تجيبي سبرايت وتعصري عصير ليمون، او تحطي زي ما انا حطيت كده نص كوبايه من ده على ده. المتاح عندك استخدمي. حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، حطيت بابريكا، حطيت توابل فراخ، حطيت كاري وكركم، توم باودر وبصل باودر، وهو دوت اللي انا حطيته. بعد كده قعدت اقلبهم زي ما انتم شايفين كده، اقلبهم كويس علشان التوابل بتاعتي تندمج كلها مع بعض. هي دي طريقتي اللي انا بعملها. الكلام دوت بعمله مثلا انا هعمل بكره كنتاكي، فهعمله النهارده بالليل، اتبلها واشيلها في التلاجة لحد تاني يوم ميعاد الغدا بتاعي. ادي الدبابيس زي ما انتم شايفين كده. جبت سكينه او شوكه اللي متاحه عندك، وبدات ان انا يعني افتحها كده فتحات علشان التتبيله بتاعتي تدخل في اللحم بتاع الفراخ بتاعي من جوه، ما تبقاش خارجيه بس. اهو زي ما انتم شايفين كده. هبدا ان انا اقطعها كلها بالشكل دوت. زي ما قلت لكم، ممكن تستخدموا دبابيس، ممكن تستخدموا صدور، ممكن تستخدموا اي حاجه يعني. الورك. ممكن تستخدموا الفرخه كلها، يعني قطع الفراخ كلها مع بعضيها. وطبعا على حسب الكميه بتاعه التتبيله اللي انت بتعمليها دي، او اللبن بتضيفي قد ايه على حسب كميه الفراخ اللي موجوده عندك. بتزيد وبتقل على حسب كميه الفراخ برضو. بس حطيتهم كده في قلب التتبيله وشلتهم في التلاجة. غطيتها وشلتهم في التلاجة لحد تاني يوم. هنا بقى كده انا طلعتها من التلاجة تاني يوم لما جيت علشان هعمل الغدا بتاعي. فبدأت ان انا اطلع كده بالمعلقة بتاعتي، واطلعهم في اي طبق عادي اهو بالشكل دوت. اهو شايفين دبابيس عامله ازاي متشربه بقى ايه، ليله كامله وانا عاملاها وشايلاها في التلاجة. بدأت ان انا اطلعهم. بقول لكم ان مفيش حاجه، ده كده هيديلي، انا مش محتاجاه في حاجه تاني خلاص كده، ده مش عايزاه. ادي الدبابيس بتاعتي، بصوا عامله ازاي متشربه كلها. جبت طبق هنا، حطيت فيه ايه، حطيت فيه دقيق. الكميه طبعا المناسبه على حسب كميه الفراخ اللي عندك. حطيت دقيق، حطيت بقسماط، حطيت التوابل اللي انا اقولكوا عليها ديت. حطيت ملح وفلفل اسود وكركم وكاري وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. نفس التوابل اللي انا حطيتها في الحليب او اللبن هي اللي احطها مع الدقيق والبقسماط. هقلب بقى كل الخلطة دي كلها مع بعض بالشكل دوت. بس كده انا قلتهم مع بعض عشان التوابل تبقى داخله في الدقيق بتاعي والبقسماط وكله مع بعضه. هنا جبت طبق حطيت فيه ميه من غير اي اضافات، ميه ساقعه بس. وبدات ان انا انزل بالفراخ بتاعتي بعد ما طلعتها من التتبيله، ان انا احطها في الدقيق. شايفين ان انا بدخل الدقيق في كل حته، يعني حتى في الطبقه اللي هي تحت الجلد بدخل فيها دقيق عشان تديه طبقه القرمشه، عشان انت تعملي كفر يعني زي بتاع بره بالظبط. بتفضلي من الدقيق للميه، من الدقيق للميه 3 مرات 4 مرات على حسب ما انت حابه. انا هنا كده عملتها ايه 3 مرات، يعني 3 مرات كده بعملها. بصوا بقى الكفر بتاعي عيل ازاي. بديها تنفيضه بسيطه كده. وعندي حاطه حله صغيره كده، بحط فيها الزيت عشان يديني ارتفاع زيت عالي. حطيت فيها الزيت. اول ما بدأ ان هو يبقى درجه حراره الزيت بتبقى متوسطه، اول ما يبدأ معايا ان هو خلاص كده بيبدأ ان هو يغلي، بنزل ان انا بحط فيها الفراخ. انا هنا اوريكم ان انا بصوا برفع الجلد بتاع الفرخة وبحط فيها دقيق عادي عشان تبقى متشربة في المية، وارجع تاني على الدقيق على الزيت على طول. اكمل بقى بقية الكمية بتاعت الفراخ بالشكل دوت، من الدقيق للمية ومن المية للدقيق، مرة 2 3 4 اللي انتي حباه. طبقة الكفر الخارجي دوت انتي اللي بتتحكمي فيها. على ما اعتقد مفيش اسهل من كده. عملتي كنتاكي في البيت باسهل طريقة، والطعم مش قادرة اقول لكم، طعمه بصراحة يجنن خرافة.
بس كده انا خلصت بوريك كذا مره كده. وانا عملت بالدقيق والميه ازاي. هنا بقى كنت حطيت الدبوستين اهو، هحط بقى ايه الدبوسه التالتة واغطيهم. فتحت عليهم ببدأ ان انا اقلبهم. بس كده بفضل بقى ان انا متابعاهم اقلبهم يمين وشمال علشان ياخدوا لون ودرجة واحدة. هبدأ بقى ان انتي لو انتي مش عايزاهم مقرمشين جدا بتطلعيهم على مصفى، يعني اي مصفى عندك، وبتسيبيهم لحد ما يصفوا من الزيت، بعد كده بتقدميهم. او لو مش فارق معاكي طبقة القرمشة قوي يعني بتطلعيهم على مناديل مطبخ علشان درجة، يعني عشان الزيت وكده ما يبقاش فيه زيت كتير. بس بدأت ان أنا اطلع على مصفى اهو، واحط الكمية التانية اللي معايا اهو بالشكل ده. على ما اعتقد مفيش اسهل من كده، حاجة سهلة جدا وسريعة وممكن تعمليها في البيت، وبجد النتيجة روعة. هنا كانت استوت معايا برضو، كنت بقلبها، بفضل اقلبها على يمين وشمال علشان تستوي معايا. شايفين بقى الفراخ بقى طالعه مقرمشه، والدبابيس بصوا مش قادره اقول لكم طعمها حكايه. هنا بقرب لكم يعني بوريكم، بصوا هي عامله ازاي، هي سخنه هنا. عايزه اقطعها عشان اوريكم ان هي مش مدممه من جوه. يعني لو انتي عملتي بالطريقه دي هتلاقيها مستويه مش عامله دم خالص، اللي هي التجمع الدموي بيبقى عند العظم ده ما كانش موجود عشان هي استوت كويس. وطبعا ما سلقتهاش واديتها نص سلقه ولا اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين. بحاول ان انا افتحها لكم من اكتر من جهه علشان تشوفوا. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.